إذا أحببت أنا أن أستذكر يعني بعض من كتجربة خاصة، فزوجتي العزيزة كانت معي كل هذه الفترة الصعبة التي مررنا بها. ربما تزوجنا في ظروف غير عادية في 2012، وكنت يعني صعب علي أن أفصح عن كثير مما أعمل به، فكان عندها معلومات شوي قليلة يعني عن ظروف العمل، وكانت تكتشف أثناء مسيرة العمل كل ذلك، لكنها يعني تتحمل كل الظروف. تحملت معي القصف، تحملت معي الهجرة والنزوح. يمكن أعتقد غيرنا 49 بيت خلال الفترة الماضية، يعني بمعدل كل 3 أشهر منزل. فتعرفوا المرأة صعب عليها هذا الشيء، بدها تأخذ معها الزريعة وكذا وكل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها. فأصبحنا مثل الرحل، لكن الرحل بيعرفوا شو ياخذوا معهم، نحن رحل غير متعلمين طبيعة الترحال يعني. فعشنا في أماكن صعبة جدا، يعني عشت معي في مغارات، وعشت معي في المداجن أيضا، وعشت معي في أماكن صعبة، وعشت معي في أماكن جيدة أيضا في نفس الوقت حسب ظروف العمل. حاولت معها كثيرا أنه تغادر إلى مكان آخر أكثر أمنا هي والأطفال، لكن كانت يعني دائما ترفض هذا الشيء، وبقيت صامدة. يعني أقل شيء تقول يعني ألقاك في ابتسامة، ألقاك في أكون بجوارك يعني. رغم الظروف اللي مرينا فيها خلال 14 سنة الماضية كانت قاسية جدا يعني. صحيح حضراتكم شفتوا النتائج، الله يسلمك، حضراتكم شفتوا النتائج، واليوم نحن جالسين هون. لكن كان قبل ما نصل إلى هذا المكان مرينا بظروف قاسية جدا يعني. وفي كل مرحلة، في كل لحظة كانت بجواري يعني صامدة. فأول شيء أسأل الله أنه يأجرها كل خير، أن تكون يعني ثابتة، وإن شاء الله نستمر في المرحلة الثانية من هذه المسيرة في بناء البلد وتطويرها، ويكون أيضا دور للمرأة يكون أساسي في هذا المكان.